يا صباح الفل، صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. حبيبي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد وروتين باقي الروتين. انا كنت نزلت لكم جزء من الروتين، الفيديو اللي فات، الفيديو قبل اللي فات، وده باقي الروتين طبعا. طبعا لقيت ان هو طويل شويه الفيديو، فرحت قسمه لكم كده على جزئين، ونزلت جزء وده الجزء التاني. اول حاجه كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا يومنا كده بنشاط وحيويه، وبلاش كسل. لو انتي مكسله اتفرجي على الفيديوهات، تبص تلاقي نفسك في حماس وطاقه كده ايجابيه، هتبص تلاقي نفسك اي حاجه عايزه تعمليها هتعمليها حتى لو الجو ساقع. بالعكس النشاط لمّا يعني تتحرّكي كده في الشتا، بُصّي تلاقي جسمِك سِخِن بقى وعايزة عندِك طاقة كده إن أنتِ تخلّصي حاجتِك وما بتكسّليش عنها تمامًا. آسفة جدًا على صوتي، طبعًا عندي برد، فطبعًا الجو اليومين دُولة عمّال يقلب بقى، ف واخدة دور برد جامد. أول حاجة كده قُمت اليوم قُلت طبعًا إيه، أعمل أكل بقى أجهّز غدا وأرتّب الدنيا. فتعالوا الأول نشوف هنعمل إيه، وهنرتّب وهنعمل غدا إيه النهارده مع بعض. نفّضت الأنتريه كده، هو كانت الدنيا رايقة بصراحة، يعني أنا كنت فارشة الأوض زي ما أنتم شايفين كده، أنا فارشة الأوض وتمام ما فيهاش أي حاجة، والكلام ده أنا بقى مرتّبة كل حاجة وكانت واقفة على الأرض، يعني بدأت أمسح الأرض، مسحت الأوضة وفرشتها، وبعد كده دي كانت آخر حاجة الصالة، قُلت أعملها آخر حاجة، حتى المطبخ وكلّه كنت عاملاه طبعًا معاكم وكنت منزّلاه كمان، يعني ما كانش عندي أي حاجة غير الصالة بس قُلت أمسحها وأنضّفها وأفرشها، وبعد كده أخُش أعمل إيه، الغدا مع بعض. خلّصت مسحتها، فصلت طبعًا الكاميرا كده ورُحت ماسحة الأرض، وبدأت أفرش الأنتريه كده، هارجّع بقى كل حاجة وأرتّبها زي ما كانت. أهم حاجة بقى أنا عايزة أسألكم سؤال، يعني أنا كده باعمل الروتينات، باحس إن الروتينات الناس بتتفرّج عليها أكتر، يعني أنا مش باحس إن الفيديوهات بتتفرّجوا على الفيديوهات أنهي أكتر، الروتينات. فأنتم برضه تقولوا لي في الكومنتات الروتينات أكتر من الروتينات والّا يعني الأكل المطبخ؟ فبرضه أنا محتاجة رأيكم جامد في الموضوع ده، يعني الروتينات بتعجبكم أكتر والّا الأكل؟ بس، فيا رب تفيدوني وتكتبوا لي في الكومنتات. كده خلاص بقى شوفوا، يعني نِفْسي أنا بقى أرمي الحاجة كده ألاقيها اتفرشت لوحدها. أنا بارمي المفرش كده وبافرشه، حاسة إن الشقة بتتفرش لوحدها. كده خلاص كنت بافرش بقى الcover والسجاد في الأرض، لإن أنا كنت خلاص خلّصت، ما كانش فاضل حاجة تاني، حاجات بسيطة خالص، تفنيشات بقى فاهمينّي، ما كانتش واخدة حاجة. شوفوا بقى الشكل النهائي، اتفرّجوا بقى تحفة بصراحة، مع حبّة بخور بالشكل ده. أنا بقى بعد ما باخلّص مُعطِّر بقى وبخور، أنا عندي مبخرة يعني باولّع فحم وأحُط عليها بخور وكده، يا إمّا أولّع البخور اللي هو العيدان ده، ففي تلك الحالات بيدّي ريحة تحفة بصراحة، وأرُش بقى مُعطِّر معاه كده، اللي هو العود، ريحته جميلة بصراحة. خلاص بقى ومشغّلة الشاشة على القرآن، وأبدأ بقى كده خلاص بقى يعني أعقّم الدنيا، وآخُد بقى أغيّر هدومي كده وعشان أقف إيه، في المطبخ لإن الجو كان ساقع وأنا هدومي كلّها كانت مبلولة، فطبعًا عشان أقف بقى أشوف هاعمل غدا إيه النهارده. شايفين كده خلاص فنِّشت الشقة كلّها، ولا تعب ولا حاجة، كل واحد يقوم بدري كده، تقومي بدري تخلّصي حاجتِك هتخلّصي مش هتاخدي وقت خالص، حاجتِك هتنجزيها. وده بقى طبعًا الفويل اللي أنا كنت قايلة لكم إن أنا ما جبتش الفويل وما حطيتوش، فكنت طبعًا خرجت وجبته، وبدأت طبعًا أحطه بالشكل ده على المطبخ، بصراحة على البوتاجاز، بيحافظ لي جامد، جامد على البوتاجاز، ما بينزّلش ولا بيبقع ولا أي حاجة. بس أنا باغيّره من وقت للتاني يا جماعة عشان بس تغيير، تغيير كشكل، لكن أنا مش ما يعني أنا مش بيضايقني ولا حاجة، يعني مش بيبقى وسخ أو فيه اتساخ وكده وإن أنا مضطرية إن أنا أشيله، لا والله. بُصّوا قفّلت العيون كمان، أبدأ بقى كده كنت الغدا ده بقى عاملاه قبل ما أبدأ الروتين، يعني أنا الغدا ده بدأنا في الغدا، بس أنا بدأت صراحة في الغدا قبل ما أعمل روتين، يعني جهّزت الغدا خالص، وبعد كده قُلت أنضّف بقى وأعمل روتين على طول. سلقت الكرنب وبصلاية كده، بصلتين حلوين كبار،
أو خرّطتهم بالشكل ده. طبعًا باين من الفيديو هنعمل أكل إيه، شتا يعني محشي، شتا يعني لازم نعمل محشي وندفي نفسنا، وبالذات بقى بعد ما رتّبنا الشقة والدنيا مفروشة والدنيا حلوة جميلة حوالينا كده، يبقى إيه، نعمل حبة محشي كده يدفّونا أكتر في اليوم اللي كان كلّه تعب بصراحة. خلّصت الدنيا، شقتي رايقة، شقتي تمام، رُحت بقى مسوية الأكل على طول، يعني ما خدش معايا وقت، بُص صفّرت البصلة بس كده خليتها فاتحة. وبعد كده رُحت طاشاها بالطماطم، أنا كده كان عندي صلصة في الفريزر، فعملت شفشق واحد من الطماطم، وكان عندي خلطة محشي في الفريزر، أنا لمّا بتفيض منّي باروح حاطاها زي ما قُلت لكم قبل كده إن أنا باعملها بزيادة كل مرّة، وباحطها في الفريزر مش بيجرى لها حاجة. كده طبعًا بقى خلاص بدأت بقى كان كده بعد ما روّقت الروتين بقى وخلّصت كده، أنا كنت محضّرة المحشي قبل ما أعمل أي حاجة في الشقة. وبعد كده رُحت ماسكة الأكل بقى، بدأت بقى أشطف الخضار وأبدأ أسوّي بقى، لإن أنا كده كنت خلصت الشقة، بدأت بقى أحشي المحشي، وغسلت الملوخية طبعًا بالشكل ده، لإن أنا باغسلها في حاجة كده غويطة علشان تصفّي الطينة بتاعتها من تحت. وبعد كده رُحت طبعًا كنت حاشية الكرنب ما كانش فيه إلا البتنجان، ده باحشيه طبعًا قبل ما أسوّي على طول، يعني أنا باحشي وأروح حاطاه على النار على طول. تعالوا بقى نعمل تتبيلة كده للفراخ، معايا بصلتين حلوين كده هابشرهم، أحط معلقة فلفل أسود ومعلقة ملح ومعلقة بهارات فراخ، وأبدأ أتبل الفراخ بالشكل ده. الفراخ مش هاشويها، الفراخ هاسلقها عشان أنا محتاجة منها شوربة، فاتبلها تتبيلة حلوة، وآجي على النار طبعًا في حلة فاضية كده من غير أي مادة دهنية ولا حاجة، وهانزّل الفراخ بالشكل ده، وهاسيبها بقى تاخد صدمة كده وتنزّل المَيّة بتاعتها وتشربها وكده يعني. بعد كده هاحط عليها بصلاية وجزراية وطماطماية وورق لورا، وأنزل عليها بالمَيّة السخنة زي ما أنتم شايفين، وأول ما تبدأ تغلي كده أشيل الريمة بتاعتها وأغطّيها، بس كده المحشي كان خلاص ملفوف وجاهز معايا، هابدأ أحضّر الخلطة بتاعته. حطيت شوربة ومعلقتين صلصة من التسبيكة بتاعة المحشي، وحطيت عليها ملح بتاعتها وضبطتها، وبعد كده هاسقي المحشي بقى وهارفعه على النار. عملت طبعًا هنا الملوخية، خلاص كنت خلّصت سويت الأكل وبدأت أشوف الفراخ بقى كأنها مشوية، ولادي أولًا كانوا فاكرين الفراخ دي مشوية، ليه بقى بعد ما خدت سواها كده كامل في النار، رُحت مدخّلاها كده بمعلقة صلصة ودخّلتها الشواية، كانت طالعة زي ما أنتم شايفين كده شكلها تحفة، وكده خلّصت الكرنب كمان واستوى، وعملت شوربة شايفين جيت عدس ليت عليه. جميلة عليه رصص الاكل ازاي. بيقولوا عليه جميل. هما يقفوا بالطابور وياكلوه. ايه رايكم بقى في الغدا بتاعنا النهارده؟ ما تنسوش اللايك بقى والشير وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم. هنا طبعًا بعد الغدا بقى رجعت على المطبخ، ما عنديش أي حاجة، رُحت قُلت بقى أغسل الأطباق والحاجة اللي ورايا، كان حاجات بسيطة جدًا، هو بس مواعين الغدا كده قُلت أغسلهم على طول، وكان يومنا كده خلاص، كان يومنا كده الحمد لله بفضل الله كان خلص، ما كانش عندي أي حاجة تاني، قُلت بقى أصبّن الطبقين عشان ما ابقاش مكسلة عنهم، ولمّا بتحطي مواعين في الحوض وما بتغسليهاش على طول بتكوّمي، يعني بتكوّمي على دماغِك، في الآخر برضه أنتِ اللي هتعمليها، فكده أو كده هاعملها، فباعملها أول بأول أفضل ليّا. قُلت أشطفهم بقى بسرعة كده مش هياخدوا معايا أي وقت، وكمان والله يعني ريّحت كده بتاع ساعة ورجعت تاني وقفت في المطبخ عملت بقى حلويات، البطاطا اللي بالنوتيلا اللي أنا رفعتها لكم دي، كنت أنا عاملاها في نفس اليوم ده، شايفين بقى كده الدنيا زي الفل، أستودعكم في رعاية الله، وأشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة، متنسوناش في الدعوة واللايك والشير وسبسكرايب، باي باي.